تحققات عسكريه غريبه جدا. ايه اللي حصل بالظبط؟ طياره نقل عسكري من طراز اليوجن 76 على 82. وقال لك والله الطياره دي تابعه لسلاح الجو المصري. طيارات النقل اليوجن دي طياره نقل ثقيل جدا، تقريبا كده دي واحده من اثقل طيارات النقل العسكري في العالم كله. ايه الغريب؟ قال لك والله الطياره دي بالذات الاس يو بي تي واي من طراز اليوجن، الطياره دي بتطلع من مصر واول ما تقرب من حدود الصين تقفل نظام التتبع والاشاره بتاعها. غريبه جدا. ماشي، بتنزل فين؟ قال لك والله بتنزل في اقليم في الصين اسمه اورومنشي. فجاه كده تطلع وتروح فين؟ ترجع مصر؟ لا، بيقول لك بتروح صربيا. بس بتنزل في قاعده عسكريه في صربيا اسمها باتانايكا. الطياره بعد كده بيتم رصدها في قاعده عسكريه في الامارات. انت واخد بالك من خط السير؟ هي المواقع العسكريه بتقول لك ان الطياره دي بالذات قامت ب 10 رحلات في اقل من شهرين. فالمواقع العسكريه مش عارفين الشحنه اللي شايلها الطياره بتنقل ايه بالظبط، ايه المواد اللي جوه، بس هم عارفين الامر ده خطير، يعني ده امر مش هين. انا بقول لحضرتك كده ليه؟ لان خلي بالك نشاط القوات المسلحه بتاعك ما بيقفش. ماشي، ولازم تعرف ان الجيش في سلام في حدود قطاع غزه، مفيش سلام الجيش شغال. في سلام في السودان، مفيش سلام في السودان الجيش شغال. في سلام مع اثيوبيا الجيش برضه شغال. بص،